السلام عليكم. اتأخرت انا في الفيديو بتاع الماتش ده، بس التأخير ده ما كانش اونطة. انا كنت بحضر لك حاجة جامدة قبل الاهلي والزمالك، او ممكن تكون بعده لان انا لسه ما خلصتهاش، بس قربت واللي جاي هيعجبك بزيادة. استعد. بدأ ماتش الزمالك المصري وابو سليم الليبي على ارض الجزائر بتشكيلة ما فيهاش ولا لعيب اسمه سليم، واعتمد جوزيه جوميز على فرق الاعمار واللعب بالشباب لانه محنك وبيلاعب ابو سليم، فده اب وممكن يكون جد. اما المدير الفني لابو سليم شكري الخطوي، فانا بصراحة مش عارف هو اعتمد على ايه، لان هو لو كان اعتمد على حاجة مفيدة ما كانش خسر. المهم الشوط الاول كان شوط حزين، ما شفناش فيه محمد عواد، لكن شفنا حارس ابو سليم في الدقيقة 7 بعد باصات كتير تهرجل دفاع ابو سليم، وفجأة كرة تترفع، والمفاجأة مش في الرفعة، المفاجأة في ان عمر جابر اللي رفعها توصل لناصر منسي اللي هوبا 1-0 للزمالك. وبعدها شوية هجمات عاملة زي امتحان الرسم، مهما اجتهدت فيه مش هيخش في المجموع، وعشان كده قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهة نظر المستندات اللي بتودي ورا الشمس. الرجالة كلها على البلاطة، هو ابو سليم اللي بيحلق للفرقة كلها ولا ايه؟ ابو سليم قوي بدنيا. الزمالك هيلعب مع فريق عنتيل، يعني انت بتوع جبران خاطر يا بليبو؟ انا مخلص الفنت من ساعة. هو ابو سليم وقع عياله في حبارة ولا ايه؟ محمد اشرف دينامو الوسط. دينامو ايه ده؟ ما حصلش حتى البلدوس. هي اللعبة كلها باص وجري ولا ايه؟ ما تشوطوا بقى، عايزين نلعب معاكم. قذيفة دونجل بطني ايه الدماغ دي؟ انا اول مرة اشوف ليبي من المعادي. انتوا سايبين الجماهير في الشمس كده ليه؟ الرجالة بقت بسطرمة. انت بتغرق يا مسلوسي؟ ايه انت بتمثل وبتلبسني؟ قال لما كناش امازيغ زي بعض. نايل سبورتي دي عجيبة جدا، عارضة ماتش للزمالك واسوان من 2008. حلوة نقلة الملعب دي، المرة الجاية بطحوا وشوطها فينا وخلص علينا. البطاطس هم بيلعبوا عادل شاكر راس حربة ولا ايه؟ ايه ده؟ ابو سليم طلع بطه خالص. يا نهار ابيض، ناصر نسي ازاي كان بيحتفل وبيعمل مروحه ابو تريكه. احنا المافيا الليبيه وسمعنا ان اوباما بيلعب معاكم، قولوا له دي لن تنعم امريكا بيوم هادئ. زاويه رهيبه للتصوير فيها 3 كور. ناصر منسي لا يضيع هكذا كرات. ما اكيد عمرك ما شفته بيضيع اجوال، ده لعب 4 ماتشات طول مسيرته. ايه ده؟ جول وانا كمان جول. 0. انا محدش يتحداني ولا يعرف يتخطاني. مش معنى اني هربت من الرقابه اني اطعنكم في ارضكم بره. ولا احنا بقينا برشلونه. انا عايز ابقى ميسي المعزه. ميسي ايه؟ انت ما حصلتش حتى رشيده بتاع البكار. انا من صغري يتيم، خدوها وتبنوني وهي تمشي برضو. ابو مصطفى وسليم. لان في الاغتصام ده حد اتحمرش بيه، يعني كان اغتصام وحمرشه او اتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ ايه ده؟ انا محفظكم الجمله دي. حد يمسحها ولا يحرقها ولا يعمل اي حاجه. رايح فين ليبيانو المرتده من هنا؟ طالع اجيب جول في ايطاليا. لا بقى، حتى ليبيا فيها كباري. هو الحكيميكي طلع وباء ولا ايه؟ يا نهار ابيض، دي بروين نسخه اللاعب الاعمى. سعار 0 جوال 0 نقط. انتوا نازلين بطوله في الكلب الحيران. هو ليه اسمر وقتب ومفاصله ثابت كده ليه؟ جونهم لابس اصفر. يلا غير الجاكيت البامب وانزل اقفل الوينج اللي هناك ده. انا اعتزلت وبترجم معاكم هنا. ايه وانا اقول لعيال بتهبط في الملعب ليه؟ يلا المرتده ما فيهاش امل من قدام، يلا نجرب فينا، وهو مصر وليبيا واحد برضه. كفايه بقى، مش عاذب جماهير ابو سليم اكتر من كده. عمو الليبي انت رجعت، شيلني بوله يا لبن بقى. خد كوبري بالعافيه. ايه انتوا كلكم عليا ولا ايه؟ انا خلصت فنتاتي، ما تهزوش صورتي، احنا كباتن زي بعض يا جابر، عيب كده. انت بتصور بمدفع رمضان ولا ايه؟ الحمد لله على السلامه. ما تجيب اللايك. وجي الوقت اقول لك اثناء متابعتي للشوط الاول والتاني لفت انتباهي شيء غريب. لعيب جوجل مش عارفه، عنده صلعه وراثي، جاب جولين ومحدش فاكره. ما هو منسي يوسف اوباما، وما لقيتش سبب لكل ده. ده اللي خلانا نلجأ للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، واحط لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في مصر وليبيا وقريه بنبات. ناصر منسي لاعب من اصل نباتي، هدفه اصلاح الكوكب واتمام عمليه البناء الضوئي. فلو بصينا على ميلاد ناصر منسي سنجد ولد في نوفمبر عام 1997. 1997 هو العام الذي تمت فيه الاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات. النباتات التي تعيش عن طريق عمليه البناء الضوئي. عمليه البناء الضوئي التي تحتاج الى الشمس لقيامها. الشمس، نادي الشمس. نادي الشمس الذي لعب له ناصر منسي في بداية مسيرته. ايه؟ خدتك عليه؟ طب خد المشتعلة. لعب ناصر منسي في عام 2018 حتى 2022 في بيراميدز الأهرامات التي تمتاز بالمناخ الصحراوي الجاف الذي ليس به زرع ولا ماء
اذا ليس به ناصر منسي. ناصر منسي الذي انتهى وسجل هدف واحد في 4 سنوات مع بيراميدز. ليه؟ طب خد الصحية. في عام 2021 اطلقت مصر اول مبادرة بيئية في تاريخها تدعى اتحضر للاخضر. الاخضر هو لون التيشيرت الثالث في 2021 لبيراميدز. بيراميدز التي لعب لها ناصر منسي وبشق الخيوط، اذ ناصر منسي لعيب من اصل نباتي هدفه اصلاح الكوكب واتمام عملية البناء الضوئي. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافة العظيمة دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديدة من برنامجكم أسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامة، وحشتوني. يلا خدني بالباض عشان احكي لكم اللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان شوط ملوش لازمة، الزمالك كسب فرق جول زي الشوط الأول برضه، بس جه جولين، أولهم في الدقيقة 48 بعد ركنية يرفعها شيكابالا، يقف لها حارس هاوي تقفيش فراخ، تقع منه وتوصل لناصر منسي اللي هوبا جول تاني 2-0 للزمالك. وثانيهم في الدقيقة 75 أبو سليم يكتشف إن الكرة دفاع وهجوم وممكن تعمل مرتدات من غير ما تستأذن، وفجأة كرة على الوينج تتبصها بالعرض يشوطها إيهاب حنكش تسلم على العارضة والأرض وهوبا 2-1 للزمالك. وعشان الاحداث خلصت قررت اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر الزمردات بتاعت البوظه بتاعتنا. انتوا نشرتوا البسعه على المدرجات بين الشوطين، احنا لعبنا زين درويش وقررنا نلعب معاكم عشان الفرقه تبقى متكافئه. خدوا الباص الغير متوقع ده. غير متوقع ايه؟ انت امتحان ثانويه عامه. احنا الشبكه الدفاعيه العنكبوتيه. هو سليم قطعها ومشي ولا ايه؟ انا خربت الدنيا. يخرب بيتي زلطان ابراهيموفيتش. ايه المستوى المهبب ده؟ انت ما تستحقوش فانيلة ابو سليم، مرمطته التاريخ. ايه ده؟ احتفاليه ابن كريستيانو ولا ده نجم البحر ولا ايه؟ حارسنا، يا ريتك كنت بتلعبها برجلك زينا. انا مقذوف ولا ايه؟ بطلع طلوع الصاروخ. ومين اللي شبك في الشورت ده؟ هو اشمعنى كله مدي الفاول وشه وانا مديه وشها؟ انتوا فريق مش جدع يا عم. سيبني بقى، انا مش خطير، انا من فصيله المهاجم المحطه. الجول ده عامل زي حياتي، بجتهد وبعود عشان احل مشاكلي بس ما بتتحلش برضه. سلام بقى. الحمد لله على السلامه. جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك لانك كملت معايا الفيديو لحد الاخر. وما تنساش تعمل لايك وشير وتعليق واشتراك وتدعي لاخواتنا طبعا، ده اهم حاجه، وتفضل مقاطع منتجات الناس الزباله. بس كده، سلام.